السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض البريوش الجميل ده. هنسمي بسم الله كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة معانا معلقة ونص من الخميرة الفورية، معانا معلقتين من السكر. بجيب بيضة كده، هفصل البياض عن الصفار. اكون غاسلة البيضة بقى عشان لو وقعت الصفار اقدر اعينها بالقشرة كده بسهولة. هحط البياض كده وهقلب الصفار، هاخد منه كده يعني نصه كده او تلته، هخليه كده على جنب. هقول لكم هنعمل بيه ايه بعدين. بحط عليهم بقى باكو من الفانيليا، احط عليهم كمان معلقة من الخل علشان زفارة البيض بس. هجيب كمان مع كوباية ونص من اللبن الدافي، وهخلط كل الحاجات دي مع بعضها لحد لما السكر يدوب كده، والاقي ان هو خليط ايه يعني متجانس، وكمان الخميرة تبدأ تتفاعل يعني. اهو خلاص، اهو ابتدت خلاص تخلص. بكون محضرة بقى 5 كوبايات من الدقيق نخلاهم، وحط عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. هبدأ بقى اني اضيف كده، يعني مش هحط الدقيق كله برضو علشان حجم البيضة او اي حاجة، اكون اشوف انا محتاجة او لا. لا كده لسه محتاجة فهحط تاني. اهو زي ما انتوا شايفين. ابدأ بقى اخلط لحد ما اشوف حطيت بقيت دقيق كده، خد معايا 5 كوبايات من الدقيق. هعجن بقى لحد لما ايه تبقى عجينة كده ايه طرية بس مش ملزقة. اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا إيه حطيت كمان يا جماعة معلقة من الزبدة بعد الخطوة ديت، حطيت معلقة من الزبدة الطرية. هي ما جاتش معايا يعني، فمعلش بقى ما اتصورتش. كده خلصت العجينة اهي. هي معلقة الزبدة بتخلي العجينة طرية وجميلة، وطبعا الطعم بيكون احلى. هقسمها 2 كده اهو. وهجيب كمان معايا معلقتين من الكاكاو الخام كده مكان الدقيق. احط معلقتين من الكاكاو الخام عليهم معلقتين من اللبن، وهخلطهم كده شوية وعشان ايه اعمل العجينة سودا بالشوكولاتة يعني. اهو احط بقى العجينة البيضة، واعجن بقى شوية حلوين كده لحد لما ايه الكاكاو يتخلط كله مع الدقيق كويس، ويديني العجينة اللي انا عايزاها في الاخر. فضلت اعجن شوية حلوين كده لحد ما ادتني العجينة اللي لونها اسود ديت الجميلة ديت. هسيبها بقى ايه، انا بس بخدمها شوية علشان انتوا عارفين ان الكاكاو بيبقى يعني منشف العجينة شوية. خلاص كده خلصتها. هحط بس رشة كده من الزيت على الوش. هغسل ايدي بقى وارجع احط برضو رشة على البيضة. وخلاص كده انا العجينة في الاخر حسيت ان الصودا محتاجة تبقى في البولة الاكبر، حطيتها في البولة الاكبر ونقلت البيضة في البولة التانية اهو، علشان ايه لا حطيت البيضة مكان الصودا. بعد ما خمرت بقى يا جماعة اهو، هجيب إيه يعني معلقة كده من الزيت، يعني مش معلقة يعني نقطتين كده من الزيت في الطبق كده هدهنها بيها. وبرضه هحط كده معلقة على الرخامة علشان انزل عليها العجينة. انا مش عايزة احط دقيق علشان ما ينشفهاش. بطلع بقى الخمر بتاعها كده وهبرمها اهو. هقطعها بقى ايه ل6 قطع كده، واساوي كل قطعة كده وابرمها كده اهو زي ما انتوا شايفين. هعمل نفس الموضوع في كل القطع اللي انا قطعتها ديت، واخلصها واسيبها تخمر لحد ما اخلص برضو الصودا اهو. خلصوا كده، اسيبها ترتاح. ونفس الموضوع برضو اعمله تاني في طبق تاني، واجيب العجينة السودا اطلع برضو الخمر كده منها والفها برمها اهو بالشكل ده اهو.
نفس اللي عملته في البيضة هعمله فيها برضو. انا عندي القطعة الاخيرة ديت صغيرة علشان هحطها كده جوه واحدة بيضة، هتشوفوا دلوقتي. هدهن برضو مكانها زيت. صينية بقى وسط كده، وهحط فيها برضو معلقة كده من الزيت وادهنها كويس، يا اما معلقة من الزبدة اللي بتحبوه. وهجيب كده قطع من العجينة البيضة، افردها كده من الطروف، واحط فيها قطعة كده من الاسود اهو. اهو كده. هجيب بقى النشابة كده وافردها، افردها كده طويلة. انا مش عايزاها تخينة، انا عايزاها رقيقة، علشان هتشوفوا دلوقتي ان انا هلفها وابرمها، يعني هحشيها وهلفها. هقلبها بقى كده على الظهر. هكون مجهزة معايا شوكولاتة خام كده مقطعاها قطع. تقدروا تحشوها اي حاجة انتوا بتحبوها، يعني حاجة، يعني مربى، اي حاجة بتحبوها براحتكم، يعني دي حاجة اختياري. اقفل برضو عليها كويس علشان ما تطلعش وتسيح، والف عليها كده وهبرمها كده. هلفها بقى كده، واجيب اخر حاجة الطرف بتاعها احطه تحت كده. شايفين شكلها جميل؟ احطها كده في وسط الصينية اهو. هجيب بقى قطعة كده من الابيض وهعملها مستطيل. العجينة يا جماعة جميلة جدا، الزبدة بتخليها ناعمة وحلوة قوي، فبيفضل زبدة يعني. ولو مش موجود ال ال الزيت برضو يا جماعة برضو ممكن يعني ينفع مكان الزبدة، ولكن الزبدة بتدي طراوة ونعومة كده للعجينة. ببرمها بقى بالشكل ده، واحطها في الصينية كده. احط على الحتة اللي انا قافلة، يعني اللي هي الطرف بتاعها. هجيب برضو قطعة من الاسود وهفردها برضو نفس الحكاية كده مستطيل، وبالسكينة كده بقى واقطع كده من فوق. احط برضو شوكولاتة نفس الحاجة، الفها بقى برضو كده واقفل عليها كويس علشان ما تسحش وتخرج من الحاجة. وبنفس الشكل برضو اهي، شكلها حلو قوي يا جماعة. وعلى القطعة الأخيرة اللي أنا قافلاها ديت هحطها في الصينية. هعمل كمان واحدة بيضة معاكم اهو. عايزة اقول لكم ان هي كانت عاملة زي القطن كده وهايشة وجميلة جدا، هتعجبكم جدا ان شاء الله. نصلي بقى على النبي كده واحنا شغالين كده، عشان ربنا يبارك لنا في حاجتنا ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اهو برصهم بقى كده بالشكل ده. كمان واحدة سودة علشان أأكد عليكم الطريقة. مستطيل كده، وبنعمل شرايط كده من فوق، نقطع تقطيعات كده اهو. وهلف برضو، أقفل الأول على الشوكولاتة وبعدين ألف. وبنفس الطريقة ديت هكمل كل الكمية، هكمل كل العجينة اهي يا جماعة. شكلها حلو جدا. هسيبها بقى تخمر كده نص خمر اهو كده، خمرت نص خمر. هجيب بقى معلقتين كده من الزبادي، احط عليهم معلقة من السكر، وادهن ايه الوش بتاعهم. الزبادي بقى يا جماعة مع السكر بيدي طراوة، وبيخليها تخمر بسرعة واكتر، يعني بيخمرها اكتر واسرع وطراوة طبعا. ادهنها كويس بقى بس بالراحة، علشان انا هي طبعا ايه خمرانة نص خمر. بعدين بقى ايه، هسيبها بعد ما اكمل كل الحكاية ديت، هسيبها تكمل الخمر بتاعها واجهز بقى. اهي خلصت كده خلاص كده، انا خمرتها على الاخر. جبت بقى الصفار البيض اللي انا عملته، حطيته في طبق، عليه معلقتين لبن، عليه معلقة، عليه كيس من الفانيليا،
وحطيت عليه شوية كده من النسكافيه كده، وهخلطهم كده مع بعض وادهن بقى الوش بقى علشان يديني اللون اللامع المحمر الجميل اللي انتوا عارفينه طبعا. هكون بقى انا في الفترة ديت بكون مسخنة الفرن كويس جدا، وكمان تدخل على درجة حرارة يعني 180 او حاجة، على ان طبعا انتوا عارفين ان هي مبرومة، محتاجة ان هي تاخد فرصة ان اللي في القلب جوه يستوي كمان. بس اهم حاجة الفرن يكون سخن جدا، وادخلها واهدي النار برضو علشان تستوي كويس من جوه. اهو بالشكل ده كله بقى، كلها دهنتها بالشكل ده، وهحطها بقى في الفرن. بتاخد حوالي 25 دقيقة، 35 دقيقة قصدي، أو ساعة إلا تلت. خمرت يا جماعة، أنا غطيتها شوية علشان تتطرى، قصدي استوت وغطيتها شوية علشان تتطرى، وهوريكوا دلوقتي واحدة كده منها. شايفين طرية ازاي؟ اهي حلوة قوي. هعمل لكم واحدة برضو عشان تشوفوا من جوه ازاي هي هشة وطرية وجميلة قوي. شايفين زي المية اهي، شايفين من جوه عاملة ازاي زي القطن كده، جميلة اهو. كمان افتح لكم واحدة كده من الاسود برضو حلوة قوي، وباين الهيشان بتاعها اكتر من البيضة. شايفين اهي جميلة جدا. بتمنى تجربوها ان شاء الله وهتعجبكم جدا، وما تنسونيش تعملوا لي لايك واشتراك في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.